سلام، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة يا رب. توحشتكم البنات وإن شاء الله تكونوا توحشتوني قد ما أنا توحشتكم. المهم وبلا ما نطول عليكم ندخل مباشرة في الموضوع. فكرة القناة أني نجرب وصفات ومنتجات مختلفة ونحط لكم النتيجة مع صور قبل وبعد. واليوم راح نوريكم نتيجة تجربتي مدة 3 أشهر لاغام فلوس كاير بالأفوكادو الخاصة بالشعر الجاف والمجعد. راح نقول لكم وش لاحظت على شعري في هذه المدة ونوريكم معهم الصور قبل وبعد. المهم بلا ما نطول عليكم أكثر من هكا خلينا نبدأ. أنا كنت بديت نستعمل في هذا اللاغام بتاريخ 30 جوان، وهذا هو شعري قبل استعمال هذا اللاغام. صباح الخير البنات، بلا ما نطول عليكم مادامني دوكا في تجربة هذا اسمعوا هذا لاغام هذه تاع الشعر. حبيت نوريكم قبل ما نبدا يعني نستعمل فيها، حبيت نوريكم شعري قديش راهو يتساقط. هايلك البنات شوفوا شعري قديش راهو يتساقط. دقيقة مهم مش راهي معمرة شعر هذاك مشاتو غير دوكا يا اخي نص الصباح مشات شعري شوفوا قديش طاح منه. دونك كي نكمل هاد لاغام نشوفوا اسكو راح يساعدنا شويه في تساقط الشعر ولا لا. والمشاكل اللي كنت نعاني منهم هما أن شعري كان بزاف فارغ وخفيف ويتساقط بزاف، كذلك كان شعري ناشف بزاف ومتقصف، وهذا السبب الرئيسي اللي خلاني نجرب هاد لاغام. أولا خلينا نتعرفوا على لاغام وش فيها مع السعر. كاين شامبوا والسعر تاعو 35,000 والسعر تاعو 265 مليلتر. الشامبو هو أكثر حاجة طولت معايا في الاستعمال، يعني عندي مدة 3 أشهر كاملة وأنا نغسل به ومازال به شوية، يعني قيمة ما نغسل به مرتين أو 3. أنا من الناس اللي يغسلوا شعرهم مرتين في الأسبوع وهو يراغي الله يبارك. شوية برك منه تغسلك شعرك كامل وتنظفولك ما شاء الله. تاني هو حسيته ما ينشفش الشعر، ماهوش من دوك الانواع تاع الشامبو اللي كي تغسلي بيه شعرك يطلع في السماء. نو هو كي تغسلي بيه رايح يبقى شعرك خفيف هكذا حسيته مليح، يعني ما ينشفش الشعر، ولكن ما تتوقعيش منه انه يرطب لك شعرك ولا ينحي لك الجفاف ولا نو، هو جست ينظفوا لك من الزيوت والاوساخ وخلاص ويخليه لك خفيف، ماوش من هذوك الشامبوهات اللي يكونوا بالسيلفات كي تغسلي بيه وينشيح شعرك يطلع في السماء. نو هو يخلي لك شعرك خفيف ومليح يعني. تقييمي ليه هو 7/10. وكاين تاني السيروم وسعره 65,000 والسعة تاعو 120 مليلتر. سيروم كان خلاص لي بعد 20 يوم من الاستعمال، صراحة ما عجبنيش، حسيته ما عنده حتى مفعول وما عنده حتى فائدة، يعني ما يدير والو يعني. مهما تحاولي ترطبي به شعرك ما يمتصوش ولا ما على باليش. مهم شعرك كي درتيه كي ما درتيهش كيف شعرك راح يبقى ناشف ما عجبنيش، وصراحة ما ننصحكمش تشريوه كامل وتخسروا عليه دراهمكم. تقييمي ليه 1/10. وكاين تاني بديل الزيت سعره 55,000 والسعة تاعو 250 مليلتر. هو مدة الاستعمال تاعو كان 2.5 شهور هكاك وخلاص لي. صراحة هو إذا كنتي بتستعمليه كواقي من الحرارة، يعني أنا كنت نستعمله كواقي من الحرارة قبل الشيشوار، تستعمليه قبل الشيشوار ولا قبل البلاك، يعني روعة الله يبارك، يحمي لك الشعرة من الحرارة وتاني يخليها خفيفة. أما لو تستعمليه بغرض العلاج، يعني بغيتي تعالجي بيه شعرك راهو جاف ولا نو، هو ما عنده حتى فائدة وما عنده حتى علاج. وتاني لو كانت تستعمليه وما تستعمليش من بعد الشيشوار ولا البلاك راح يكريبي لك شعرك، يعني راح يرجعوا لك كيرلي، وانا هاد الحاجه ما نحبهاش. نحب شعري يكون املس ما يكونش كيرلي، فما عجبنيش. فاذا كنتي راح تستعمليه كواقي من الحراره تاع الشيشوار ومع البلاك والمهم راكم فاهميني، نعطيه 7/10. اما اذا كنتي راح تستعمليه بدافع العلاج كما كاتبين فيهما انه يعالج الشعر المجعد، فنو ما عنده حتى فايدة، وتقييمي ليه 1/10. وكاين تاني الماسك سعره 85,000 والسعة تاعو 370 مليلتر. من الاخر الماسك حسيته يرطب الشعر، يعني يرطب الشعر بصح للناس اللي شعرهم
طبيعيا نرطب، يعني فيه نفشة صغيرون هكذا كينا حبوا يرطبوا وينحوا هذيك النفشة، يصلح لهم هذا الماسك. بسك أنا ولدي استعملته له، ولدي أنا شعره رطب طبيعيا، فمن يدوش ويكمل يبقى شعره هكذا كينا فيه واحد شغل يبان ناشف يبان صنع بصح هو رطب. فاستعملته له رطبوا له الله يبارك. أما أنا اللي شعري موخض ومبهدل وحالته حالة فما دار لي حتى حاجة، يعني ما نفعنيش. فإذا كنتي شعرك رطب ورايحة ترطبيه هكذا كي تنحي له هذاك الجفاف برك اللي يجيك من الحرارة ومن الآخر، فننصحك بهذا الماسك. أما إذا كان شعرك متكسر وناشف بزاف وما ننصحكش به، ما عنده حتى فايدة. ما عرف تقييمي ليه كما قلت لكم، اذا كان شعرك رطب وحبيتي تستعمليه باش يلمع لك شعرك ويخلي لك واحد الرطوبيه هكذا كينا وما يخليه لك جاف وهكذا كينا، نعطيه 7 هكذاك من 10. اما اذا كنتي تستعمليه بدافع العلاج الثاني انه يرطب لك شعرك اللي راهو مجهد ومجعد وناشف، فما عنده حتى فايده وما ننصحكش تشريه، ونعطيه 1 من 10. وهذه هي نتيجة شعري بعد الاستعمال. ما كان حتى فرق صراحة، شعري هو شعري، ما كان حتى فرق، ما حسيت رطاب، ما حسيت الجفاف راح، ما حسيت لي فخش راحوا، ما حسيت والو. شعري هو شعري، مازالو يتساقط، مازالو خفيف، مازالو مقشرد. وهذه هي. شوفوا البنات، في النهاية أنا مش نقول لكم ما تشريوهش ولا اشريوه، أنا راني نعطيكم التجربة تاعي وهذا وش حسيت عليه أنا. إذا شفتي شعرك رطب من عند ربي وصحي وفيه شوية برك تاع الجفاف اللي جاتك من الحرارة ومن العامل تاع الجو وحبيتيه يبان صحي، ننصحك تستعملي هاد لاكام. أما إذا كان شعرك مجهد وبزاف متكسر وفيه لي فوخش، فكاين اشياء افضل من هاد لاقام، يعني كاين حوايج اخرين تخسري عليهم دراهمك وينفعوك، فهاد لاقام مش رايحه تنفعك. وانتم احرار. وطبعا ما تنسوش تشاركونا رايكم اذا كنتوا جربتوه من قبل في التعليقات. انا معظم الوقت نرد على كامل التعليقات ويشرفني انكم تعطوني ارائكم، واي وحده تنصحنا بحاجه ربي يكتبها في ميزان حسناتها ان شاء الله. المهم كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون فاتكم وما كنتش ثقيل عليكم. ما تنسينيش الزينه من لايك واشتراك، ربي يفرحك ان شاء الله. واذا كنتي حابتني نجرب اي شيء معين خليلي في التعليقات ولا بعثيلي على الفيسبوك ولا الانستغرام، نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف ولا على تعليق مثبت. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.